السلام عليكم. معكم سليم دوزيام فيديو تاع اليوم جينا نهضروا على على مهاجمين تاع المنتخب الوطني اللي راهم يتألقوا في اوروبا، وهما العربي هلال السوداني واسحاق بالفضيل اللي راهم يأديو مباريات مليحة مع الأندية تاعهم. اللاعب الأول اللي هو إسحاق بالفضيل اللي سجل في المباراة اللي فاتت كونتر جانك، سجل هدف. ومباراة الأخيرة هذه تاع البارح قدم تمريرة حسيمة. ما ننساوش بإسحاق بالفضيل كان في نادي بنية الإماراتي، ومن بعد راح يلعب في نادي ستوندار دو لياج، وخرجت عليه الأندية وخرجت عليه الكرة الأوروبية، وراهو في نادي ستوندار دو لياج ويتألق ويسجل أهداف ويقدم تمريرات حاسمة. وهذا راح يفيد المنتخب الوطني الجزائري، على خاطرش في على خاطرش بالفضيل يقدر يلعب في مناصب عديدة في الهجوم. يقدر يلعب وسط ميدان هجومي، يقدر يلعب في الأروقة، ويقدر يلعب تاني قلب هجوم. دونك ان شاء الله بالفضيل يزيد يتألق مع الفريق تاعو ستوندار دو ليج، ويزيد يسجل اهداف ويقدم تمريرات، ويستدعيه الناخب الوطني جورج ليكانس باش يفيد المنتخب الوطني في كأس افريقيا ان شاء الله. واللاعب الثاني اللي نهضروا عليه اللي هو اللي ولا من الاصابه، وسجل زوج اهداف وقدم تمريره حسيمه، وسجل هدف رائع من قصيه، اللي هو العربي هلال السوداني اللي ولا من الاصابه، وقدم مردود جيد في المباراة اللي فاتت مع النادي تاعو دينامو زاغرب، اللي راهو يحاول باش يحتل صدارة الدوري الكرواتي. دونك هلال السوداني قدم مباراة مليحة مع الفريق تاعو دينامو زاغرب، وساهم في الفوز تاع النادي تاعو بتسجيل هدفين وتقديم تمريرة حسيمة. ما نسوش بلي العربي هلال السوداني كان مصاب ولا من الإصابة. ان شاء الله العربي هلال السوداني يزيد يتألق مع الفريق تاعو ويقدم مردود مليح مع المنتخب الوطني في كأس افريقيا، هو وبقية المهاجمين ولاعبين المنتخب الوطني الجزائري اللي راهم يلعبوا في اوروبا. دونك كان معكم سليم، ما تنساوش تابوني في لاشين يوتيوب تاعي سليم غونر، et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salam alaikum.